وقد ورد هذا المعنى في كلام الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول ربنا عز وجل في هذه الآية: ولو أني قلت لواحد من هؤلاء العباد اقتل نفسك أو اخرج من دارك لن يستجيب لأمري إلا قليل من البشر، ولو أن واحدا منهم استجاب لما أقول لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيته من لدني أجرا عظيما ولهديته صراطا مستقيما. فجعل الخروج من الدار مساويا للقتل. أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. في آية في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونحن نعلم أن الله عز وجل قد وضع وجوب الهجرة عن الرجال الكبار وعن النساء وعن الصبيان، وأوجبها على كل قادر. فهذا رجل معذور عذره الله عز وجل لكبر سنه، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يصافحون وجهه كل يوم. لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر، يعني هي مسافة طويلة، وكثير منكم ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة ويعلم المسافة ما بين مكة والمدينة. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه إذ أدركته الوفاة، سيموت، وشعر بدنو منيته وأنه سيموت. فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف. لم يضرب كفا بكف ندما على ما فعل كما نفعل نحن مثلا إذا لم يعجبنا شيء نعمل كف بكف يعني ضاعت راحت، لا، ضرب كفا بكف. ضرب الكفة الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال:
أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاء. اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. مبهم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص، لا تضع رقما، لا تضع جزاء. فهذا الرجل إنما خرج من مكة إلى المدينة ليلتحق بركب المؤمنين،